السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بصراحة يا جماعة أنا ما كنتش حابب أقعد القعدة دي ولا أتكلم في الموضوع دي تاني خلاص. بس أنا النهاردة بصراحة يعني الواحد ما يشوفش الظلم قدام عينه ويسكت، أو يشوف الافتراء ويسكت. دي ما حدش يقبلها على نفسه. أولا يعني في جزء من المتابعين، أنا مش عايز أجيب المتابعين كلها، في جزء صغير من المتابعين جايين عليا وجايين على امي وجايين على اخواتي وابويا، والواحد ما يشوفش الظلم قدام عينه ويسكت. اولا انا طلعت معاكم في فيديو وخرجت مع صحابي، خدوني يعني اتفسحنا ووريتكم الاجواء وصورت. في اليوم ده يعني في ناس كتير ظلمتني، انت مع اولادك، انت مع الجماعه، انت مش عارف ايه. يا بخت كنت ابقى مع الجماعه، بس والله ما كنت مع اي حد، انا كنت مع اصحابي فعلا. بس الصورة اللي أنا كنت حاططها، أنا كنت نفسي آخد ولادي في حضني وأفسحهم وأخرجهم. تخيلوا كده، أنا لو ولادي معايا أنا كنت أسيبهم؟ أنا كنت أفسحهم وأخرجهم واللي نفسهم فيه أجيب لهم. بس للأسف ولادي مش معايا. أنا بقول الحمد لله وخلاص، وده نصيب. أكيد الأولاد مع أمهم، أكيد هتفسحهم وتخرجهم وتلبسهم وتعمل لهم اللي هم عايزينه. يبان في الشاشة يا جماعة الفيديو اللي أنتوا عايزين تشوفوه، في حاجات ورا الكاميرا أنتوا ما تعرفوهاش. ما علينا. في اليوم ده انت ظلمتوني. تاني فيديو امه طلعت اتكلمت معاكم. اولا انا ما بقولش لامي حاجه، يعني احنا في بلد ارياف، وامي اكيد يعني بتروح تجيب طلب من هنا، حد بيجي يشوف امي اكيد بيتكلم معاها بيلغي معاها. يعني مش انا اللي دايما انا بقول هو امي معلش للاسف يعني ما بتعرفش تقرا وتكتب. انا مش هشوف حاجه وحشه على القناه او تعليق وحش واروح اقول لامي عشان تتعب، زي ما انتوا فاهمين او جزء من المتابعين فاهمين اللي انا اللي بوصل. لا والله العظيم، يعني هي بتبقى قاعده في البيت الرساله بتجيلها وهي قاعده. سبحان الله، اعمل ايه يعني؟ المهم زعلت وقالت ليه الناس ظالمينك، ليه الناس ظالمينك. وطلعت يعني عايزه تشوف ولادي، عايزين يشوفوا ولادي، ابويا وامي. ده اي ست عايزه تشوف يعني ولاد ابنها، او ابوهم عايز يشوف ولاده. ما احنا ما غلطناش يا جماعه، هو احنا ايه ده، ايه انا قلت حاجه غلط او امي قالت حاجه غلط؟ اما تقول انا نفسي اشوف ولادي قبل ما اروح اعمل عمليه، ظلمتوها ليه؟ وجيتوا علي ليه؟ على فكره انا مش بطلع اتكلم عشان اخلي الناس تتعاطف معايا، انا مش عايز حد يتعاطف معايا. انا والله العظيم انا عايز حد يتعاطف معايا، اللي يعرفني ايوه يكلمني وعارفني وعارف اسلوبه ايه، واللي مش عارفني المفروض اصلا باحترامه بادبه باخلاقه يتكلم باسلوب كويس. ما هو مش عارفني. انت لو عارفني انا حلو او وحش، انت انا لو وحش وانت عارفني اشتم باسلوب وحش اللي انت عايزه اعمله، بس انت ما تعرفنيش ليه تظلمني؟ اولا كله عند ربنا، انا مش اللي بحاسب، ربنا اللي بحاسب، هيحاسبني وحاسبكم. المهم طلعت اتكلمت معاكم، زعلت وعيطت. تاني يوم والله العظيم والله العظيم والله العظيم تعبت، يعني حطت في قلبها وتعبت وزعلت. اختي خدناها ورحنا كشفنا عليها، الحمد لله يعني لحد دلوقتي والله العظيم تعبانه. ما حد يعرف، عشان انتوا مش عايشين معانا. هو انا عايش معاكم دلوقتي اعرف ظروفكم ايه؟ والله العظيم انا ما اعرف ولا انتوا تعرفوا اصلا اللي عندي ايه. بس اللي بين لكم ايه؟ الحاجه اللي فيديو بس ما تعرفوش اللي ورا الكاميرا ايه يا جماعه. الحمد لله الحمد لله. وطلعت دردشت معاكم شويه وصعبت عليها نفسها وقامت معيطه. يعني انت عارفين يعني ايه ست؟ نينتهم لما كانت بتبقى قاعده في البيت
لما بينزلوا من فوق كده لتحت كده، واعمل لنا يا تيتا كذا واعمل لنا يا كذا يا تيتا، وفجأة العلقة متقطعة، أكيد هتزعل يا جماعة. أكيد وهي رايحة تعمل عملية، ربنا يطول في عمرها يا رب، دي قدر ربنا، قدر الله حصل حاجة، وهي نفسها تشوف العيال، إيه اللي يحصل؟ رد عليا كده، إيه اللي يحصل؟ المهم، هي ما قالتش حاجة غلط، هي لو قالت حاجة غلط ماشي مفيش مشكلة، بس هي بصراحة ما قالتش حاجة غلط. كل اللي قالته أنا نفسي أشوف ولادي، هي عايزة تيجي تيجي، مش عايزة تيجي ما تجيش، بس ولادنا نشوفهم مفيش مشكلة. وأنا لحد دلوقتي، يعني أنا لحد دلوقتي أنا محترم أم مالك، أنا ما غلطتش فيك، ولا كلمتك بأسلوب وحش، ولا هنتك يوم من الأيام، وبالعكس أنت اللي بتلقح عليا في العناوين، ودي ما يرضيش ربنا، وبتتكلميني بأسلوب وحش المتابعين عليا في التعليقات عندك، تتكلمي بأسلوب وحش عليا وعلى أمي، عيب، عيب. ما تنسيش اللي بينا، ما تنسيش اللي بينا، حتى لو ما فيش نصيب خلاص، هي قفلت اصلا، كده كده ما عادش فيه نصيب، الحمد لله. خلاص خلاص يا جماعه، الموضوع ده خلاص بيني وبين ام مالك انتهى، كل شيء اسمه ونصيب، هي لها عندي كل التقدير والاحترام، وعمرها في حياتها ما هتكلم عليها كلمه وحشه، هي خلاص هي مش عايزه تكمل، على دماغها من فوق مفيش مشكله، انا عملت المستحيل عشان تعيش يا بنت الناس، وانت مش عايزه تعيش، خلاص براحتك، انا عملت كل حاجه عشان تعيش، بس انت ما انتش عايزه تعيش، خلاص انا هخسبك تعيشي غصب عنك؟ لا، براحتك. اللي بيني وبينك ولادنا فقط، اللي انا عايزه منك او اللي احنا عايزينه من بعض، ولادنا يبقوا كويسين قدام الناس كلها، كويسين محدش يزعل، ولا من طرفي ولا من طرفك، ولا تحوش عيالي مني ولا انا احوش عيالي منك، ده اللي انا عايزه قدام ربنا، يقولك عندك تحطهم في عينيك، يجوا عندي احطهم في عينيا واشيلهم فوق دماغي، بس انا عندي كده حاجه غلط يا جماعه؟ مفيش مشكله، انت ليكي حق عيالك مفيش مشكله، ليكي نفقه عيال انا هدوم نفقه العيال مفيش مشكله، ما يرضي ربنا، وبيني وبينك خلاص، يعني انا بعلنها اهو قدام الناس كلها، بيني وبينك خلاص يا ام مالك، كل شيء اسمه نصيب، عشان ما حدش عاد يتكلم في الموضوع ده تاني يا جماعه، انا خلاص نهيت الموضوع ده، بس انا يا جماعه ما حدش يلومني، انا بقالي سنه، انا بقالي سنه شاري عشان خاطرك وعشان خاطر ولادنا، وانت خلاص مش عايزه تعيش، خلاص براحتك، انا مش هغصبك عشان تعيشي معايا غصب عني، لا، مفيش حاجه اسمها عش غصب عني، دي لا، مفيش الكلام ده اصلا، هي دي اسمها يعني دي اسمها عيشه؟ اكيد ما دي مش عيشه يعني. انا اتمنى لك السعاده اللي في الدنيا كلها، وربنا يصلح حالك في طريقك، اللي انا عايزه منك وقدام المتابعين، ولا تتكلمي عني كلمه وحشه ولا كلمه حلوه، مش عشان خاطري، عشان خاطر ولادنا، انا عن نفسي انا مش متكلم مع اي حد، ربنا يصلح حالك في طريقك ويوفقك، بس وانا مش عايز حد يظلمني يا جماعه، انا مش عايز حد يظلمني، عشان انتوا ما تعرفنيش، عشان الناس اللي بتتكلم باسلوب وحش هم ما يعرفنيش، وانا زعلان من جواتي اللي انتوا جيتوا على امي، يعني انتوا ظالمين امي ليه؟ يعني في جزء من المتابعين جم على امي ليه؟ وظالمين امي ليه؟ انتوا مفكرين امي وحشه يا جماعه؟ اعتبرها امكم، اعتبر امي امكم، ليه بتتكلموا عليها كلام وحش؟ او ليه بتتكلموا باسلوب وحش؟ انتوا عارفين يعني ايه الام؟ الام ما بتعوضش يا جماعه، هي الام بتتعوض؟ وحد يستحمل اللي امه تتهن؟ حد يستحمل اللي امه تطلع تتكلم وتدردش شويه معاكم يجي لها باسلوب وحش؟ انا ما بحبش اللي بيطبله، خلي اللي يطبل ده
ينفع بقى، خلي اللي بيطبل ده ينفع، فاهم؟ من ضمن الكلام يا جماعه، يعني امي كانت تعبانه، انا جبت فراخ لاخت ايمان وسماح. يعني اخت ايمان جت عملت حاجه، واخت سماح جت عملت حاجه، يعني كملوا بعض، وبعدين عيشتكوا اليوم طبيعي. حتى لو قدر الله يعني امي تعبانه، ايه المشكله لما تطلع تتكلم وتطلع تاكل وتطلع تتكلم معاكم؟ دي اليوم بتاعنا، يعني انا بعرفكم اليوم بتاعنا بعمله ازاي. عيشتكوا اليوم بتاعنا في الفيديو، ليه بتظلمونا؟ هو انتوا مفكرين هو انا عايز اطلع كده امي يعني كل شويه 24 ساعه اللي هي عيانه، كل شويه هي اللي هي مش عارف ايه؟ في ايه يا جماعه؟ هو انا حرام اما اطلع امي اعيش كل يوم بتاعي طبيعي، اللي هي اختي طبخت او اخواتي طبخوا، وسماح اختي بتاكل امي، او جابت لها الاكل وامي بتتكلم معاكم كلمتين، او اختي بتتكلم معاكم وهي بتاكل، ايه المشكله؟ طلعتوا اتكلمتوا وطلعتوا مش عارف ايه. ايوه انا كاتب في العنوان ارتحتوا، ايوه ارتاح، ايه المشكله يعني؟ ما هو كان الناس دايما ظالمه امي ظالمه امي ظالمه امي، ايه المشكله؟ ايوه في جزء ارتحتوا عشان هي تعبت اهي، تعبت اهي يا جماعه، وهي تعبانه، يعني التعب ده بتاع ربنا، ما فيش مشكله، بتاع ربنا سبحانه وتعالى. بس هي قبلها نفسيتها تعبانه، الفيديو اللي هي عملته عشان خاطر الاولاد ما بيجوش وكده، نفسها تاخد ملك وساجد ويعمل في حضنها. مش ستهم يا جماعه، حقها ولا مش حقها؟ ما تردوا عليا، حقها ولا مش حقها؟ وانا حق ولادي ولا لا؟ يعني انا عايز ولادي، بص، ولادي ما شفتهمش النهارده ولا بكره ولا بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد سنه، بعد سنتين ولادي هيجولي وربنا موجود، هو عارف انا ظالم او مظلوم. الحمد لله ربنا يعلم، انا ما عملتش اي حاجه ولا ظلمت حد ولا جيت على حد، الحمد لله ربنا يشهد انا كنت بعمل ايه الفتره اللي فاتت دي كلها، الحمد لله، الحمد لله. انا ما بشكرش في نفسي ولا شغل دمي بالحاجات دي خالص، ولا بحب اصلا اطلع عشان حد يتعاطف معايا، انا مش عايز حد يتعاطف معايا، انا مش عايز حد يتعاطف معايا. ترضاها اخوك يبقى قاعد كده ما يشوفش ولده؟ ترضاها على نفسك؟ ترضاها يا اختي؟ ترضاها يا امي تشوف ابنك قاعد ما شافش ولاده كده بقالهم شهور؟ ترضاها يا امي؟ اكيد ما ترضاه، اكيد ما يرضيش ربنا يعني. انا بقول الحمد لله. يا ريت يا جماعه الرساله وصلت، وانا طالع النهارده يا جماعه في كام نقطه اعرفكم اللي امي يعني مش تعيط دمعتين عشان الناس تتعاطف معاها، لا، ولا انا طالع النهارده عشان اخلي الناس تتعاطف معايا. انتوا ما تعرفنيش، في جزء يعرفني وفي جزء ما يعرفنيش، انا عايزكم بس يعني ما تظلموش حد، انا او غيري، ما تظلموش حد، لما تشوفوا بعينكم اكتبوا براحتكم. بس انا بقول لكم حاجه، انا بقول لكم الصراحه اهو، شفتوا بعينكم اكتبوا، واللي ما يعرفنيش برضه ما يقرص على نفسه قوي ويكتب بعشم يعني زياده، عشان هو ما يعرفنيش. انت لو عارفني انا حلو هتكتب انا ابني كذا كذا كذا، انا وحش هتين عني وتشتمني، بس انت ما تعرفنيش، واحنا كلنا ولاد تسعة واحنا كلنا اخوات، وبراحتكم، اللي عاوز يكتب سلبي يكتب، اللي عاوز يكتب ايجابي يكتب، كله عند ربنا وخلاص. يا ريت الرساله وصلت يا جماعه، وارجو من كل المتابعين اللي عندي واللي عند اي حد، يعني خلاص يا جماعه الباب اتقفل، شكرا خلاص، اكيد الرساله وصلت، الباب اتقفل، شكرا، انا هعيش حياتي خلاص، انا عن نفسي هعيش حياتي خلاص، يعني كده انا كتر خيري قوي قوي قوي. والواحد ما يستحملش يعني الاهانه، ما تستحمليش اخوك يتهان، وما تستحمليش اللي امك تتهان عشان حد، وانت كنت عامل خاطر عشان الحد ده، بس للاسف انا خلاص يا جماعه، انا ما عادش عايز اتكلم في الموضوع ده تاني، خلاص كده يا جماعه، يعني ما عادش عايز اطول،
كل شيء اسمه ونصيب. كل شيء اسمه ونصيب. مع السلامة يا جماعة.